صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أشرف الأصفياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. 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 السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
السلام على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي قولوا ذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترك في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لغضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرة رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك العذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ذمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها عن البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويهتم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صعوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ذنان الشرف الأصلي بوضحه وحبه ما أنظر الإكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه
ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه. كان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف فيركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. إلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، يدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد تمم الله مقاصدنا، قد تمم الله مقاصدنا، وزال منا جميع الهاب، وزال منا جميع الهاب. قد تمم الله مقاصدنا، قد تمم الله مقاصدنا، وزال منا جميع الهاب، وزال منا جميع الهاب. ببركة النور شافعنا، ببركة النور شافعنا، جوده وفضله علينا عاب، جوده وفضله علينا عاب. قد تمم الله مقاصدنا، قد تمم الله مقاصدنا،
السيدة السادات يا باب الحماية سيدة السادات يا باب الحماية من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيدة السادات يا باب الحماية يا سيدة السادات يا باب الحماية يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم سيدة السادات يا باب الحماية يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط
ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وحشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 عظموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. عظموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وابذلوا كل الغوالي وارفع
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم أو تعاليتم ندمتم أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حظموا قود الغواية حظموا قيد الغواية وانصروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لستم عباد مال لستم طلاب مال لستم عباد مال لستم طلاب مال أنتم نور الليالي أنتم نور الليالي أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لستم بالإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيدي الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى ونظام وأخوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى ونظام وأخوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب والوطء هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فأضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك صلى الله عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام
صل يا على رسول محمد. الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا يا رب مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا وكي به نسعد ونور شاد مرحبا مرحبا يا نور العين يا عيني مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواره خير ما قعد آمين يا الله مرحبا يا نور العين يا عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين خصوصا في فلسطين
وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'd. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengijabai segala doa dan permintaan kita, yang mana kita selalu mohon kepada Allah akan dijauh, agar supaya dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Kemudian orang jahat tersebut menjauh dari kita. Ada mungkin sebagian dari orang yang tidak suka kepada kita, ada mungkin tidak sedikit, bahkan mungkin banyak orang lebih memandang kita, benci kepada kita. Ketahuilah itu adalah bentuk permintaan kita kepada Allah yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara Allah. Kita memohon kepada Allah, Allahumma kfinna syarrab zalimin, ya Allah jauhkan kami daripada kejelekan orang-orang yang zalim. Maka orang-orang zalim tadi itu dijauhkan dari kita, dia benci kepada kita sehingga kita tidak kena kezaliman mereka. Hanya saja kita yang pendek cara kita memandang dan mengukur sehingga seakan-akan kita dibenci orang, padahal mereka benci. Ini adalah bentuk permintaan kita, Allahumma kfinna syarrad zalimin waj'alna min hadhihi dunya salimin. Ya Allah, selamatkan daripada orang-orang zalim dan selamatkan dari fitnah-fitnah dunia ini. Dengan cara Allah mereka dibuat benci kepada kita, karena mereka benci kepada kita sehingga kita selamat dari keburukan mereka. Seandainya mereka dekat dengan kita, orang-orang yang zalim, maka kita korban mereka. Ini adalah rahasia daripada beberapa rahasia Allah yang sama sekali kita tidak menduga dan mengira itu semua adalah yang terbaik bagi kita. Hanya saja kita menilai terlalu terburu-buru. Apa orang nyimak becik kasengko, apa orang nyimak maciling kangko macik cerembadah kok tak salah kerja. Ada tua kulit sampean saya terima bi Gusti Allah. Allah Taala nerima tua dengan cara Allah. Orang ini becik saking ngeri apa lo bisa sampai jadi korban. Becik akhir bi Gusti Allah. Ini adalah kebanyakan syukur pada belajar. Sanggup abah tibi tak kerja kia. Salah apa engkau? Mak baci ke sengkau? Siapa taknya apa? Ya, minta tahu tu. Ti salah apa baci? Oh, kulan di pikiran. Akhirnya berarti doa saya terima bagi Gusti Allah. Penjauh dari orang yang zalim. Saya orang yang zalim tak kelima para. Cak yang bergabung wah pada udang di balik rempeyek ya. Ya mulai mendekat berarti pada saya Yerus ya. Ya, ini kala hikmah daripada apa saya terjadi kepada kita, maka saya kena ateh sambian sandi rutinane compo, mungkin manakiban, mungkin banjarian, cenderungnya ke becik bioreng tenang. Nah cak saking ngeri masuk ke sambian ngerosak dikit tambah tak karuan jauh becik malah tak bolong, karena becik kan tak bolong. Cak saking bolong wah jadi olak ya. Karena peperangan yang paling dahsyat, tidak ada peperangan yang lebih sengit seperti perang saudara. Mohon perang kata mohon musuh nak dep-depan, tapi perang saudara ini perang saya paling membahayakan, saya menguras tenaga. Tidak ada peperangan yang dahsyat seperti peperangan perang saudara. Musuh dalam selimut. Nah, maka mau ketemu orang yang saya benci, pegel, bismillah. Berarti kok selamat dari kecubaan orangnya. Tidak bisa lantor karep,
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mentermuka pada selamat menjenengan tak cek sampai merugikan orang, cek sampai zalim ke orang, lamun beda orang saya ngak nikah perbuatna wis are doa saya terima tina Allah Subhanahu wa taala mentermuka pada selamat fi din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.